يا صباح الخير والفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ اولا انا حابه اشكركم على المتابعه الفعاله لسلسله المتعاملين معنا. والنهارده معانا توكيل اخشاب. انا بتعامل معاهم ليا اكتر من سنتين او 3. بنشتري منهم الخامات الخشب والحاجات دي وبيبعتوهم لنا عن طريق الوكيل هنا في الغردقه. عملنا معاهم شغل جميل جدا جدا. النجارين بتوعنا حولوهم لتحف فنية، مش مجرد خشب. طبعا الحاجة اللي انا ما ينفعش ان انا اغفلها او ما الفتش انتباهكم ليها، ان عالم الاخشاب فيه يعني طفرة رهيبة جدا حصلت في السنين اللي فاتت. حصلت طفرة رهيبة جدا في عالم الأخشاب، وهي الأخشاب المصنعة اللي هي مش بتحتاج خالص لدهانات أو أي معالجات زيادة يعني. بيبقى عليها طبقات من فوق مقاومة للخدش ومقاومة للحرارة، لدرجة ان هم وصلوا ان عندهم في خامات بتبقى مجرد ما بتعدي عليها القماشة اللي تكون فيها مية دافية، الخدش او الجرح بيروح تماما. طبقات معالجة ضد كل انواع البكتيريا، زي مثلا الاخشاب الكومباكت اللي بيستخدموها الاطباء في غرف العمليات والاماكن المعقمة. بصراحة عالم الأخشاب ده عالم تاني ومذهل جدا، وأنا عن نفسي بحب أدخل فيه وأغوص فيه. لدرجة ان انا يعني بالرغم ان انا يعني اموري معاهم تمام وباخد منهم الشغل بطريقة سلسة جدا وبيبعتوهولي بأسعار هايلة، اصريت ان انا ازور المعرض علشان اتفرج على الحاجة بنفسي كلها. يعني هما ليهم معرض في القاهرة. هتتفرجوا معايا في الفيديو ده على هنا على الفيسبوك على الشغل بتاعنا معاهم، والشرح بقى بتاع المعرض من جوه، وقد ايه الاشكال والالوان والماتيريالز جميله جدا. هتلاقوا الشرح بتاع المسؤول عن المبيعات اللي كانت معانا موجود على الفيديو اللي على اليوتيوب. هحط لكم اللينك في الفيديو بتاع الفيسبوك، لازم تتفرجوا عليه. اشكال بقى اللي هي بدايل الرخام، حاجات هندي وحاجات تركي، بالاضافه كمان للاكسسوارز، عالم الاكسسوارز الرهيب اللي كان موجود هناك. الميكانيزمات اللي بتفتح لبره، اللي هي الظرف اللي بتطلع لبره او الظرف اللي بتلف، الشماعات بتاعه الدريسنج اللي هي بتاعه البنطلونات اللي بتطلع لبره. تفاصيل كتير جدا جدا جدا. عالم الاخشاب دايما مليان بالمفاجآت. تابعوني علشان تتفرجوا اكتر على المتعاملين معنا. الزفتة مقاوم للخدش بنسبة 2.9 نيوتن. ممكن يتعالج من الخدش لو حصل له أي خدش، ممكن يتعالج عن طريق قماشة أي حرارة بتعرض له، قماشة سخنة أو حطينا قماشة ومرقنا عليه المحل.
ده بيبقى مترين 80 بمتر 22. السمك تبعه 18. تمام. ممكن يستخدم في المطابخ دريسنج حسب الألوان اللي حضرتك بتحبيها. وفي الضرفة دي بيبقى في الكيرف ده بيبقى مترين مقبض 80. بلت ان آم، مقاسها كام؟ مترين 80 عرض. العرض تبعها 80 ليبقى الضرفة، يعني أغلب الضرفات بتبقى 70 80 يعني ما في ضرفات أقل. تمام. وفي هذا الريزيستنت النوفا. النوفا دي أشكال ممكن تنفعنا في المكاتب، بتبقى شكلها شيك جدا. بيبقى مترين كمان 280 22 عرض والسمك 18. اوكي. في هذا الستيبات بس لسه حينزلوا قريبا. غالبا بيكون العرض تبعهم 12 سنتي او 14 سنتي حسب الستيب اللي حينزل. 12 او 14. 12 او 14 ده تشيت لسه ما نزل تمام، بس هيدا اللي موجود 12 سنتي. العينة. مترين 80 بالظبط. في حاجات زي الكوبا. هي الاشكال كلها واخدة 3D مش جاية ستريت. هنا كيرفد او تمام. في عنا حاجة زي أركوبة بي اي تي. أركوبة بي اي تي هي عليها طبقة بولي أسيليتين وبلاستيك، طبقة مقاومة للبكتيريا، ممكن نستخدمها بحوائط المستشفيات، مقاومة للحرارة والرطوبة والمي، تستخدم المطابخ أو المكاتب أو anything حسب الديزاين اللي حضرتك بتحكي. في الأكوستيك عازل للصوت والضوء والحرارة، مقاوم للحريق، طوله مترين 80 عرضه 60 عرض. كانت ألواح خشب جامبو ممكن تكون مترين 10 في مترين 80. في منها سمكين، سمك 18 والسمك التاني 8. والاتنين مترين 10 في مترين 80. بس الفرق بالسمك، سمك 8 وسمك 18. الجامبو اللي بيركب معانا في تجاليد الحوائط عشان الارتفاع بتاع السقف. جميل. في السليبر بتبقى مترين 80 ب 12 سنتي عرض. دي اوريدي متوفرة. هيدي متوفرة. في منها السوفت والملمس الخشاب اللي هو العرض. العرض كام؟ 12 سنتي. تمام. وفي كمان الأرضيات الاتش دي اف بألوانها. دي بتجي بالمتر مربع. في 32 كلاس و3 كلاس. في الشيت مترين 44 في متر 22. ممكن الشيت ينكبس على كونتر او على ام دي اف. الشيت مقاوم للمي والحرارة والرطوبة والبكتيريا، المادة تبعه هيلثي 100%، ما في أي نوع من أنواع المواد المسرطنة. في منه الألوان السادة والخشابي، وفي هولي. في كمان الكربون بيبقى شيت سماكته أعلى، مقاومته أقوى، بيستخدموه بوحدات الحمام. كمان في شركات في السيارات الهايلاي بيستخدموه كتجديد للكربون تبع السيارة. تمام. في شيتات اتش بي ال شركة هندي نفس المقاس، مترين 80 مترين 44 في متر 22. كمان ممكن نكبس الشيت على ام دي اف او على كمبيوتر. كمان موجود كومباكت اللي هو ووتر بروف 100%. موجود منه اللونين، الاسود على رمادي والبيج. تمام. يوفي لاك 5K هي انواع مطبوعة طباعة مقصوص عليها 7 طبقات حماية، والطبقة السابعة ازاز، مقاومتها للحدش 4 نيوتن. هي في معمول منها على ام دي اف العادي وفي على ام دي اف الاخضر. الام دي اف الاخضر اخذ على اكثر من شهادة صحية انه هو مقاوم للمي لاكثر من 30 ساعة، ومقاوم للبكتيريا، مقاوم للحرارة درجة 70 درجة مئوية، مقاوم للرطوبة 20 تحت الصفر درجة مئوية. هو مقاومته للخدش 4 نيوتن. اوكي. في منه كمان اليوفي لاك 5K بتعمل السي دي اف. السي دي اف هيدا ووتر بروف 100%، بيستخدموه بوحدات الحمام اكتر شيء. بيبقى ضامن ومأمون عليه ضمان مدى الحياة. اي مشكلة فيه ممكن تسترجع للإدارة والإدارة ترجع لك اللون. ده ال MDF الأخضر. ده ال MDF الأخضر. تخانة 18 مللي برضو أكتر.